السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. كشفت تقارير إعلامية عن تطورات ومفاجآت جديدة بشأن مستقبل الدولي المغربي أشرف حكيمي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود اهتمام ناديين من كبار القارة الأوروبية حاليا بضمه خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة. وكان حكيمي قد انضم في صيف 2021 إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من انتر ميلان الإيطالي، ومن وقتها خاض النجم المغربي 105 مباريات في جميع المسابقات وسجل 13 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة حسب بيانات منصة ترانسفير ماركت العالمية. وأشار حساب سبورت زون على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن حكيمي يرغب في الرحيل عن سان جيرمان الصيف المقبل، بالرغم من أن عقد اللاعب مع النادي الباريسي ينتهي في يونيو 2026. وفي السياق ذاته أكد ذات المصدر أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي مهتمان ويراقبان وضع المدافع الأيمن مع باريس سان جيرمان على أمل التعاقد معه. وكانت تقارير قد ربطت أشرف حكيمي بالعودة مجددا إلى ريال مدريد، خاصة بعد الأخبار شبه المؤكدة التي تشير إلى اقتراب مبابي من التوقيع مع الملكي اعتبارا من يونيو المقبل، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط بين النجمين المغربي والفرنسي. وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أكدت في الآونة الأخيرة أن إدارة باريس سان جيرمان بقيادة الرئيس ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي دخلت مؤخرا في مفاوضات مع أشرف حكيمي من أجل تمديد عقده مع النادي لفترة إضافية. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن النادي بالمجان في يونيو القادم.